دكتور نهى، انا بقول انه الجلد زي اي حاجه بتتاثر. الشتاء يعني الفصول، شتاء غير صيف غير خريف، فالكلام ده مظبوط من حد بقى متخصص؟ اكيد طبعا. اه. اكيد. مم. فتره الصيف غير فتره الشتاء في تاثيرها على البشره، مم. وفي العوامل الجويه كمان بتختلف. ده بيخلي في تاثيرات خارجيه كمان على البشره غير طبيعه الاكل اللي بناكله، مستوى شربنا او معدل شربنا للميه. للميه. حاجات كتير قوي مم. بتفرق بين صيف شتاء خريف، على حسب كل بشره مم. وعلى حسب طبيعه الجلد نفسها كمان. بالظبط كده. في ناس بتتحسن في الصيف، مم. تلاقي وشها وشكلها احسن في لو الصيف، جاف شويه هيلسي او احسن في او اه. وفي ناس في الشتاء تلاقي بشرتها دايما شكلها احلى. لو دهنيه شويه، هل الكلام ده بالظبط، معقول؟ ممكن ترجع شويه اذا كانت اه. البشره جافه مثلا. اه. خلينا نقول انها في فتره الصيف بتكون شكلها افضل كتير من بالظبط. فتره صح يا الشتاء، دكتور. من اه. ناحيه الجفاف مم. والتقشيفه والكلام ده. مم. لو البشره دهنيه العكس، مم. تحب الشتاء مم. عن الصيف. مم. ممكن تبقى البشره معتدله، مم. على حسب بقى ساعتها العادات بتاعتها، اه. العادات الصحيه، كيفية الحياة بقى، العادات هي بتاكل التغذيه كويس؟ بتاعتها. الشرب. تشرب ميه كويس، اه. هتلاقيها تحب دايما الشتاء عن الصيف. مم. لو ما بتشربش ميه او على طول مجهده اكلها كتير في الشتاء، هتلاقيها تحب الصيف عن الشتاء، يعني وهكذا. المية دي اعتقد عامل مشترك يا دكتور في كل الاعمار وفي كل الفصول. دي في كل حاجه، يعني مم. ربنا سبحانه وتعالى قال: وجعلنا من الماء كل كل شيء شيء حي. حي. صدق الله العظيم. صدق الله ده العظيم. كلام مظبوط.